الاسطوره بتقول ان الرز بلبن من الحلويات، بس تفتكروا لو حاطين عليه لحمه محمره؟ بس يا بابا لو انتم من سكان المدينه بنسبه كبيره ممكن تكونوا بتحبوا الرز المعمر، بس عشان تاكله لازم تضرب مشوار للبلد، ولان شواحه ما تطلبهاش هي بيج قلبها عليك، او بمعنى اصح قلبها على كرشك، هنعمل لكم النهارده رز معمر. ده انت معلم يا دوب بتتكلم وانا واقف، ده انت تمسك الشيشه بقى. انا في عايزين ناكل رز معمر. يا ريت والله. بس محتاجين طواجن. في واحد هنا قال لي ان في واحد بيبيع طواجن بيجيبها من مصر. البقاله المصريه دي يا جدعان فيها بص اهي الطواجن بره اهي. الظاهر كده ان احنا هنعيش هنا كتير يا جدعان. بط مصري مجمد، حمام مصري يا زبده جاموسي. الله طواجن بقى. الطواجن دي لطيفه. جبنه الشام يا جماعه، احنا لازم نستخدم الجبنه دي بعد كده. محشي كرومب يا جماعه جاي من مصر، محشي جاهز. لحمه بقى، لحمه محمره. اقول لك على فكره، تعالى نروح عند الجزار ده مصطفى زكريا. ايه يا مصطفى؟ بنجيب طواجن ولحمه وبتاع عشان هنعمل النهارده طاجن رز معمر باللحمه المحمره. ايوه هو ده الكلام. هات الشباب وما تتاخروش. ماشي يلا خلاص، هنلم الشباب واجي لك. خلاص يلا. لما تبقى ماشي في ابو ظبي كده في امان الله وتشوف عربيه نقل مكتوب عليها كده تحس بالفخر. النهضه المصريه. عايزين لحمه عجالي تتحمر عشان هنعمل بيها رز معمر. حاجه بقى لما تتحمر تكون ملبسه. قطعها لنا منابات كده هبر. كده احنا جبنا اللحمه وجبنا الحاجه، نطلع بقى على البيت عشان ناكل. النهارده قررنا نتعشى رز معمر باللحمه المحمره. 3 كيلو لحمه فضلة خيركم. رز ابيض ماركه سونو وايت. جبنا الطواجن عشان نظبطهم، محتاجين يدرسوا الطواجن. ملح وفلفل وزبده بلدي ولبن، ومفروض نجيب قشطه عشان الوش بتاع الرز المعمر في الاخر، بس ما لقيناش قشطه بلدي فجبنا كريمه هنحط على الوش كده في الاخر عشان لما يحمر تدي شكل. زي ما انتم عارفين مش هنحط ملح على اللحمه وهي بتستوي، عشان لو حطيت ملح على اللحمه وهي بتستوي اللحمه مش هتستوي وهتبقى ناشفه. بس تحط شويه فلفل اسود كده بوصات. طبعا بصلايه، بس احنا البصل خلص بعتنا نجيب ورق لورا، ورقتين يعني حبهان. هنسيب الرز منقوع شويه على ما اللحمه تخلص، والكلام ده بيبقى الطف كده، بيبقى طري. هنسلق اللحمه. طبعا انا مش محتاج اقول لكم ان انتوا لازم تجيبوا اللحمه فيها حته دهنه كده، واللي ما بيحبش الدهنه يبقى يشيلهولي، انا بحبه. اهم حاجه طول ما انت واقف في المطبخ خلي حاجتك طول الوقت نظيفه عشان ما تلاقيش نفسك في الاخر بتاعك. احنا محتاجين دلوقتي نسيح كورتين من دول عشان احنا هنحتاج الزبده ندهن بيها الطواجن لما نيجي نحط الرز، ومحتاجين الزبده برضه نحطها في اللبن لما نيجي نعمل. هندهن دلوقتي الطواجن دي بالزبده، وبعد كده هنحط رق رز هوريكم ازاي. اهم حاجه بقى الرز ما بنحطش رز كتير، يعني رق بسيط جدا مش كتير، عشان الرز اللي تحت ده بينفش بعد كده، عشان هنحط اللحمه الاول. كده احنا مستنيين بقى اللحمه تستوي. مش لازم تتهري في السليق، يعني ايه 3/4 سلقه زي ما بيقولوا كده، عشان بعد كده نحمرها. وبعد ما نحمرها هنحط عليها ملح وفلفل ونظبطها، وبعد كده نحطها في طاجن الرز ده. كده اللحمه يعني ايه نقدر نقول عليها ايه 3/4 سوا. اهم حاجه بقى ايه عمليه صيد اللحمه. اوعى تنسى لحمه في الحله. كل لتر لبن بنحط له نص لتر ميه. احنا بقى ايه هنحط شوربه. هنجيب زبده، نحط بقى اللبن، ملح، فلفل، مكعب واحد ماجي كده. الزبده بتاعتنا بدات تقدح خلاص. بابا حرق اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكتر أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهي وهي.
طب اعمل لي ساتر بالغطا. احنا قلنا نحط الكريمه على الوش. احنا بقى ندي اللبن والشوربه سنه كريمه كده، ايه ريحه شياط شعر ايدي قلب المنطقه. دلوقتي يا جماعه اللحمه اتحمرت، اللبن خلاص سخن. خلينا بقى نبدا في اول واحد. طبعا اللحمه دي قبل ما تترص لازم ايه الاول تتحط عليها ملح. لما تبقوا بتعملوا الحوار ده ما تخلوش حد يبقى واقف معاكم في المطبخ، لان مش هتلحقوا تعملوا الرز المعمر باللحمه لانها هتكون اتاكلت كلها. نحط بقى الرز على اللحمه. هنولع الفرن على العالي ونسيبه 5 دقايق على ما نشربها، ونحط الطاجن والسخن والفرن سخن. لازم وانت تحط بالراحه عشان اللحمه ما تعومش منك على الوش. مبدئيا طواجن الرز جاهزه زي ما انتم شايفين. رصينا الرصه بتاعتنا وحطينا اللبن والشوربه والكلام ده. في حاجه بسيطه هنا بس فاضله في الحله، هنزود عليهم دلوقتي دول شويه لبن وشويه كريمه عشان احنا هنسيبه 10 دقايق في الفرن. مجرد ما يشرب كل المايه دي وتلاقوا المايه بدات تنشف، هتجيبوا سكينه او حاجه هتنغزوها ونحط الشوربه مع اللبن بتاعنا ده تاني. هنحط عليه شويه لبن تاني، نحط الكريمه. ربع ساعه كمان وهنتابعه لغايه ما وشه يحمر وهنطلعه وناكله على طول. دوبنا دوب طمنا قرب فهمنا ده انت اللي فهمنا شوقنا اكتر شوقنا اكتر شوقنا اكتر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما علي هيغرقنا. قول لنا بقى احنا في الموضوع ده اتكلف قد ايه؟ 275. واحنا كام واحد؟ كل واحد 25 درهم. والله العظيم. الناس بص ارتاحت فجأة الوقت ده، كل واحد رجعت له الروح. يا حبيبنا دوبنا واوعى تحسبنا. الاكل المصري الاصيل حاطط بصمته في كل مكان حتى لو كنت فيه. لو عجبك الرز المعمر بتاعنا اعمل لايك للفيديو وشير للبوست. سلام عليكم.